السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. طب اشوف الفيديو بتاعنا النهاردة مختلف جدا عن الفيديوهات بتاعتنا بتاعت كل يوم. بس تعالوا كده نبدأ ونقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. لايك بقى وشير وسبسكرايب للقناة. النهاردة الفيديو برعاية جوزي زوجي العزيز، فهيشتغل معانا النهاردة. اخترنا ان احنا نعمل الجنب ده لو فاكرينه، اللي كان فيه المكتبة اللي هي كان لونها بينك القديمة قوي، مش عارفة كانت بينك ولا فوشيا ولا حمراء، المهم هي دي. الجنب ده زي ما انتم شايفين كده. فاخترنا نعمل فيه ايه؟ نعمل فيه بديل رخام وبديل خشب، يعني تكون حاجة كده هادية وما فيهاش شغل كتير. فهنعمله انا وهو مع بعض. يعني بصوا اعتبرونا مع بعض، انا بعمل حاجات بسيطة كده، بس المهم كنت يعني ايه شغالة معاه كده بناوله حاجات كده، يعني زي ما انتم شايفين. الاول طبعا بناخد المقاسات. قبل اي حاجة لازم تظبطي، وطبعا تكوني واخدة المقاسات كويس جدا عشان مفيش حاجة تطلع معاكي مش مظبوطة. كان شغال اسمها ايه يا جماعة، خشبة كده، المهم تكون طويلة طبعا عشان نشد عليها الخط يعني. وكمان طبعا معاه ميزان، الميزان ده هو اللي بيساعد، بيسهل الموضوع ان هو يطلع مظبوط اكتر. طبعا انتوا شايفين بديل الرخام اللي هو محطوط في الارض ده. بديل الرخام ده بتكون الواح كده عبارة عن 3 ملي، مش اكتر من كده. بتبقى خفيفة جدا وبتلزق، زي ما هتشوفوا هنلزقها مع بعض دلوقتي ازاي. طريقتها سهلة جدا. عايزة اقولك بقى ان هي مش محتاجة فعلا ان انت تجيبي لها صنايعي ولا اي حاجة، لأن الموضوع سهل فعلا. بس هو كل الموضوع ان هو عايز بس يعني تظبطي المقاسات مش اكتر من كده. هنا بقى بنقسم الجنب طبعا علشان في بديل رخام جنب بديل الخشب. طبعا في حاجات كتيرة لسه هنعملها، يعني هو مش هيتلزق كده على طول، لا هنعمل بيه شكل كده هتشوفوه معايا دلوقتي. هنا بقى هناخد المكان اللي هنحط فيه الاول بديل الرخام وبعد كده نشتغل عليه. المكان ده طبعا اخترنا ان هي تكون في نص الجدار بالظبط. فهم اللوحين دول عاملين بالظبط 2 متر و40. اللوح الواحد عامل متر 22 سنتي بالظبط. فهنعلم كده، هناخد طول وعرض طبعا وهنقسم طبعا ان هو كان طويل قوي، اللوح كان طويل قوي فهنشيل منه ال- الطول الزيادة. تمام، العرض هيفضل ثابت زي ما هو، بس هناخد في الطول الزيادة هنشيل الحتة الزيادة زي ما انتوا شايفين كده. وبعد ما نعلم بقى نجيب قطر. بص، هو كل الموضوع يعني مش محتاج اي، مثلا هتقولي بقى انا ما عنديش معدات ولا اي حاجة ان انا اشتغل بيها. كل الموضوع ان هو عايز قطر وصفيحة منشار، وطبعا السيليكون ده انا شاريينه مع بديل الخشب وبديل الرخام، يعني موجود بالفعل. فكل اللي هتحتاجيه او هتقطعي بيه هو بس خشبة كده طويلة هتسندي عليها، وكمان قطر سهل جدا، يعني تقريبا هو ب10 جنيه او ب15 جنيه. وصفيحة منشار برضو يعني هتلاقيها ب5 جنيه او ب10 جنيه، الموضوع مش صعب خالص. فهتجيبيهم من عند اي حد بتاع حدايد وبويات وحاجات من دي. قطعنا كده الطول الزيادة. طبعا هنكمل بيهم تاني، يعني مش هنرميهم اكيد. في حتت كده هتتلزق في العمدان اللي موجودة دي، فهنحتاجهم تاني. هنا بنشيل بس ايه الرايش الزيادة. وبعد ما بتقطعي بقى بنجيب حتة من اللي هي الصنفرة دي، كانت باقية عندنا من شغل النقاشة وكده. فهنعمل ايه؟ هنصنفر الحرف ده لانه بيكون فيه شوائب كده مكان ما قطعتي بالقطر. فعلشان تبقى ناعمة ومظبوطة فهنعمل ايه؟ هنجيب بس الصنفرة وهنديها مسحة بسيطة. طبعا الموضوع مش محتاج ولا جهد بقى، ولا مش عايزة اقولك ان هو مش متعب، فعلا مش متعب خالص. بس هو عايز بس تركيز ان انتي تعملي خطوط صح وتمشي عليها. تمام كده. بصوا حتى لو هتاخدوا بالكم على الجدار احنا عاملين خطوط بالقلم الرصاص كده علشان نثبت عليها الالواح. طبعا الالواح دي بيكون عليها لزق اللي هو الستيكر ده، بس هنشيله في الاخر، يعني مش هنشيله دلوقتي خالص الا لما نخلص تركيب، علشان لو جه عليه سيليكون ولا اي حاجة يبقى الموضوع سهل. طبعا انا كنت يعني ايه بعمل نفسي بشتغل، يعني ما تاخدوش في بالكم. نقول بقى ايه الاسعار عشان لو في حد عايز يجيب. ممكن على فكرة تجددي شقتك، يعني تبقى الشقة تمام وزي ما هي. ممكن تختاري كده جنب يكون سادة عندك تعمليه بقى بديل خشب وبديل رخام. هيغير معاكي الشقة خالص، مش لازم تكوني بقى بتوضبي توضيب كامل. فبجد وهو سهل جدا، يعني ممكن تجيبيه وتركبوه مع بعض كده زي ما احنا بنركبه، سهل والموضوع بسيط خالص. بصوا هو خفيف مش تقيل. سعر اللوح الواحد 750 جنيه. تمام. في بقى اللي هو بيكون مش عارفة اسمه ايه يا جماعة، اوبن بوك تقريبا، اللي هو بيكون الرسمة على بعضها. ده
سعر الواحد تقريبا 1100 جنيه اللوح الواحد. بس انا جبت اللي هو العادي اللي هو مش اوبن بوك او تقريبا هما بيقولوا عليه كده، يعني عشان هو بيبقى شبه الكتاب المفتوح. فجبت العادي ده ب750. تمام كده. هنقلبه بقى على ظهره كده زي ما انتوا شايفين. هنجيب ايه بقى؟ هنجيب السيليكون ده. سيليكون عظم، هو بيتجاب من نفس المحل. انا جايبه الحاجات دي من المنشيه، عشان هتقولوا لي انتوا جايباها منين يا ايه، انا كنت صورت لكم فيديو في المحل نفسه. جايباها من المنشيه، من شارع اللي هو الشارع اللي فيه جامع رمضان شحاته. طبعا يعني الشارع ده مشهور جدا هناك، فلو سألتي عليه هتلاقي اللي هو بتخشي منه للملواني يعني. بصوا بقى، هنجيب بقى السيليكون زي ما انتوا شايفين كده، وهنملى اللوح ده. اهم حاجة الخطوة دي اللي هي بتاعت ان انت تحطي سيليكون كتير جدا. يعني اللوح ده هياخد تقريبا علبتين من السيليكون، علبتين وكمان علبتين ونص يعني. لازم تمليه كويس عشان تتأكدي ان هو هيلزق على الحيطة كويس وما يكونش فيه اي فراغات ولا اي هوا. يعني الاولاني ده عايزة اقول لكم فيه حتة كده ما اتكناش قوي عليها في السيليكون، او ما حطيناش فيها سيليكون كتير، كانت مهوية شوية. فدي برضو لازم تخلي بالك قوي قوي من النقطة دي. فانا قلت حبيت ان انا اعرفكم الحتة دي عشان لو حد مثلا حابب ان هو يركبها ولا حاجة. بصوا كده، يعني بصوا شحناه على اخره، بس الحتة اللي كانت من فوق دي كان فيها شوية صغيرين. هنبدأ بقى نحط على الخطوط اللي احنا عملناها. طبعا بصوا الديكورات الأخيرة دي ممكن ما نجيبش حد خالص يعملها، جوزي ولا يركبها بنفسه يعني، ولا ايه اي حاجات بقى في الاخر كده. التشطيبات الاخيره دي مش لازم نجيب عمال تاني، بصراحه تعبنا والله العظيم، تعبنا بجد. فقال ايه الحاجات الخفيفه دي انا هعملها. كتر خيره والله العظيم، يعني عايزه اقول لكم اتفحت في الشقه دي الله يكون في عونه. فبصوا هنا بقى هنفضل نتكه كده، وفي الاخر هتدقدقي عليه. ده لو عندك شاكوش من اللي هو الشاكوش السيليكون اللي هو زي بتاع السيراميك ده، احنا ما عندناش، بايدينا كده يعني. هنتصرف، الجيش قالك اتصرف واحنا هنتصرف. بصوا بقى تاني واحد عملنا برضو بنفس الطريقة، بس قطعنا مكان الفيش بتاعة الكهرباء. بس هو ده الفرق بين ده وده. طبعا ده مش لونه، اللون عليه ستيكر كده وفيه كرات زرقاء. ده كل ده هيتشال، الكلام اللي عليه ده كله هيتشال في الاخر. بصوا بقى انا سبته، وده كده تاني يوم. عمل جنبين من الخشب زي عمودين كده من الخشب زي ما انتوا شايفين كده، وعمل فيهم برضو في الزاوية كده بديل رخام برضو. كنت عايزة اقول لكم ايه، جاب خشب الواح كده من الابلكاش وحطها، عمل بيها نفس العمود اللي هو قبله علشان يعني نظبط المسافة. شايفين كده العمدان اللي احنا عملناها بالخشب دي عشان نحط عليها بديل الخشب، لان جينا نحط طبعا انا حابة ان هي تكون طالعة عن بديل الرخام، ما تكونش لازقة عليه. فلا ممكن تلزقي عليه عادي جدا، بس انا كنت حابة ان هي تكون طالعة عنه شوية. في ايه يا عم، انا عايزة اعرف انت بتيجي بالليل يعني في مين اللي هيطلع ياخد منك طماطم وبرتقان دلوقتي مين؟ والله لو انا مش هقدر انزل اخد منك حتى طماطم. بصوا بقى الفيديو ده متصور على مرتين. يعني اول حاجة ركبنا بديل الرخام وعملنا الحاجات اللي هي الخشب اللي انتوا شايفينها اللي هي من الابلكاش او الخشب دي. دي يا جماعة مش عارفة اسمها ايه يعني، استنى افتكر بس هو قال لي اسمها ايه انادي عليه طيب. اسمها علفة تقريبا او حاجة كده. المهم دي بنسند عليها عشان انا عايزة اكمل بقية الجنب كله بديل خشب. تمام. فعلشان كده عمل الحتتين الخشب اللي انتوا شايفينهم دول، وركب الوش بتاعهم من بديل الرخام. بعد كده قاس الاطوال بتاعه الطول يعني من فوق لحد الارض عشان نركب فيه بديل الخشب زي ما انتوا شايفين كده. بديل الخشب ده في منه بقى انواع كتيرة جدا، يعني عايزة اقولك في منه اكتر من 20 شكل مش 20 ايه مليون شكل ومليون لون. في طبعا منه الذهبي والبنيات بدرجاتها والبيجات بدرجاتها. وطبعا في من اول سعره 170 جنيه تقريبا الواحدة الشريحة من دي اللوح، يعني ب170 لحد 500 وحاجة. يعني بصوا في فرق طبعا كتير، بس على حسب الانواع اللي انتوا بتجيبوها. انا منقية حاجة وسط، يعني مش هقول ان هي اقل حاجة ولا اعلى حاجة، في اعلى من كده بكتير، وفي طبعا على حسب بقى انتي وذوقك والاشكال اللي انتي عايزاها، عريض بقى ورفيع وكل الاشكال اللي انت حباها.
هتلاقي عنده كل الاشكال. بصوا بقى هنا بقى هنجيب كده زي ما انتم شايفين، احنا بس بنعمل كده ايه الاول، بنظبط وبعد كده هنشوف. بصوا انا كنا هنعمل الحتة دي بس، يعني ايه اللي هو هنداري بس القطع الخشب اللي احنا عملناها دي ببديل الخشب، لان لسه في تاني شغل في السقف ببديل الخشب في الجبس اللومبورد. اصلا عاملين مكان كده لبديل الخشب علشان يبقى ايه كله شكل واحد، يعني الجنب بالسقف. بس للاسف احنا كنا قايسين غلط او عادين الالواح غلط، فطلع عندنا في فرق في الالواح كتير. فهن لسه بقى هنكمل، بس هوريكم الشكل النهائي. فقلنا نسيب السقف دلوقتي ونكمل يعني الجنب كده، الحيطة الاول، وبعدين نبقى نكمل السقف بعدين لما هو ينزل يجيب بقى بديل الخشب اللي فاضل، وبعدين نكمل بقى اللي موجودين في السقف. يعني ما كملتش النهاردة اللي كانوا موجودين في السقف. هنا بقى زي ما قلت لكم كنا هنعمل العمودين دول بس غيرنا رأينا وهنعمل الباقي الجنب كله بديل خشب. هتشوفوا دلوقتي الشكل هيكون عامل ازاي. طبعا احنا قصينا الطول، ودي اهم حاجة، تقصي الاطوال مظبوطة. ده يا جماعة شرايح من الاستانلس، كنت جايباها برضو على اساس ان احنا هنعملها، يعني هنحدد بيها بديل الخشب. بس بصراحة انا ما كنتش مقتنعة خالص بالفكرة دي، ما كنتش حباها، مش حابة ان انا احط اي حاجة استانلس من دي. فقلت خلاص يعني ايه، خلاص هنحطها كده عشان تحدد شكل العمود يعني. بس برضو ما كنتش حابة الموضوع يعني. انا كنت جايبة 4 شرايط ستانلس من دي عشان نحدد بيها زي ما قلت لكم في الجوانب كده. بصوا شايفين الحتة اللي انا بشاور عليها دي، انا مقتنعة ان انا اكمل يعني اكمل الجنب كله. فمش عارفة، قولوا لي رأيكم. احنا كده كده عملنا الجنب كله، بس هقول لكم يعني ما كنتش حابة ان انا اسيبها كده حتة وحتة. بصي قلت له لا، هنا مش عاجبني خالص ان انا احط الستانلس. طبعا عليه ستيكر، يعني الستيكر ده بيتشال بعد ما تخلصي. هنا بقى عملت ايه، هنشيل بقى كده زي ما انتم شايفين كده، والالواح دي بيتعمل عليها سيليكون عظم برضو زي اللي احنا عاملينه، وبعدين بتتلزق عادي جدا. الموضوع زي ما قلت لكم سهل وبسيط خالص. طبعا ده كان تاني يوم، يعني احنا ما خلصناش كل الشغل ده في يوم واحد. خلصنا الاول جزء وبعد كده بصوا احنا قلنا بنشوف، يعني اكيد مش هنحط القطع الصغيرة دي، بس بنشوف كده هيبقى لما الجنب كله هيركب هيبقى شكله احلى ولا لا. فانا بصراحة حبيت كده، يعني حبيت الشكل كله يكون على بعضه، او الجدار كله يكون بديل خشب زي ما انتوا شايفين كده. فحسينا ان كده هيكون الشكل احلى ما يكون فيه عمودين بس في النص ومن هنا علشان احنا هنكمل كمان الكاميرا اللي فوق دي، فهيبقى الشكل احلى. احنا كده بنتشاور، يعني كل ده بناخد رأي بعضينا علشان نشوف ايه الاصلح او ايه الاحسن او ايه اللي عاجبنا اكتر. آم، بص طبعا دي الحاجات دي اذواق، يعني في ناس هتحب كده وفي ناس هتقولك لا كنتي عملتي الحتة اللي في النص بس. هي في الاول وفي الاخر لولا اختلاف الاذواق، يعني في ناس مش هيعجبها اصلا الشكل من الاول للاخر، وفي ناس طبعا هتحب الشكل. بس انا كنت مختارة حاجة تكون هادية، مش عايزة اعمل مكتبة جبس وابقى كده ما عملتش اي حاجة، لان انا شلت اصلا المكتبة اللي كانت موجودة اللي كانت من الجبس. فقلت ايه ان احنا نعمل تغيير او حاجة تكون هادية وما فيهاش شغل كتير، وفي نفس الوقت يكون الجنب اللي فيه الشاشة يكون فيه اختلاف طبعا عن بقية الريسبشن. هنا بقى جبنا البديل الخشب اهوت وحطينا عليه السيليكون. طبعا مش انا خالص يعني، انا بس ايه بمسك معاه مش اكتر من كده. اهو زي ما انتم شايفين احنا كنا هنعمل كده العمود ده، هوريكم الشكل دلوقتي. عشان كده بدأنا من النص، احنا لو كنا مقررين ان احنا هنعمل العمود كله كنا بدأنا من الاول. شايفين هنا انا بادئين من النص ازاي، من على الخشب، علشان كنا هنعمل المنطقة اللي عليها الخشب دي بس، مش هنعمل بقية الجدار. انتي طبعا بنتك بس على البديل اسمه ايه السيليكون ده شوية كده لحد ما يمسك، وبعد كده تمام. يعني هتفضلي تخبطي عليه كده لحد ما يمسك خالص، وبعد كده مفيش يعني اقل من 5 دقايق بيكون مسك والدنيا بقت تمام.
طبعا عايزه اقول لكم ان الشغل ده بياخد وقت في التقطيع برضو، يعني مش مثلا نقول 10 دقايق بتكوني مخلصه، لا. اخد معانا وقت برضو على ما هو قطع كل الالواح بتاعه الخشب دي ولزقها. بصوا طبعا فصلت عشان ما اطولش عليكم. ده كده العمودين كده في النص، هو طبعا مش باين قوي علشان ايه الالوان كلها واحد في الحيطه، بس انا ما حبيتش الشكل كده، حسيت ان هو مش مظبوط او في حاجة ناقصة. فقلت له خلاص نكمل، ناخد بتوع السقف نعملهم في الجناب، وبعد كده نجيب بقى بقية الألواح بتاعة السقف تاني، مش مشكلة يعني. بصوا كملنا كده العمود اهو، كملنا الجنب، بقية الجنب كله زي ما انتوا شايفين كده، النص اللي هو كان رايح على الحيطة بقى اهو. بصوا بقى كده من اول الارج لحد الجنب كله بقى لحد بديل الرخام بقى عبارة عن خشب. بصوا بقى هنا في الكاميرا اللي فوق دي هيبقى فيه برضو بديل خشب، بس برضو زي ما قلت لكم الخشب اللي كان فاضل مش هيكمل، هيعمل نص الكاميرا وهيقف. فقلنا بقى خلاص طالما هنعمل نصها يبقى خلينا ايه لما نكمل نجيب بقية الخشب ونكمل كله مرة واحدة. هنا بقى حبيت اشيل الاستيكر عشان اوريكم شكل بديل الرخام هيكون عامل ازاي. عايزة اقول لكم ان هو طبعا من قريب الكاميرا ظلماه جدا في اللون وكمان في اللمعة بتاعته، وبصراحة شكله حلو جدا. بصوا هو بيبقى طبعا الستيكر ده حماية، والمفروض ان انا مشيلوش دلوقتي، بس حبيت اوريكم ان هو هيبقى شكله مختلف لان الستيكر مغطي عليه بالكلام والحاجات دي، مغطي على اللون خالص. طبعا الاحسن والافضل ان انا كنت اشيله لما اخلص خالص يعني، بس يعني ما علينا، احنا كده كده مش هنعمل حاجة فيها بهدلة تاني. اهو زي ما انتوا شايفين كده، بصوا بيتشال سهل جدا. هو لونه بصوا هو من قريب شايفين اللمعة بتاعته عاملة ازاي، بقول لكم هنا لسه في تكملة للخشب اهو زي ما انتم شايفين الجنب بقى تحفة. وعلى فكرة لسه كمان في عود كده في الاخر برضو هيتحط من بديل الخشب، وهنعمل رفوف ان شاء الله. بس يا رب يكون الفيديو عجبكم النهاردة،